العدالة والتنمية قضي عليه، والحزب الذي قضى عليه هو في ظاهر الأمر. هذاك الأحرار ما كيفاش غيقدر يقضي علينا؟ منين غيجيب هذا القضاء المبرم؟ شكون هو بعدا؟ شكون هو هذا الرئيس ديالو؟ من هو هذا؟ انسان سياسيا كان غير كيلعبوا به من حزب لحزب ومن كذا الى اخره، وكان في الاخر ما داخل حزب لا 77,000. ولكن النتائج ديال 2016 ردته امين عام، والحقيقه هو انه اللي كان مرشح لذاك الشيء هو حزب اخر، هو حزب الاصاله والمعاصره. ولكن حزب الاصاله والمعاصره عصفت به رياح الله، لانه جاء في 2000 بعد 2002 ناض دار الحركه لكل الديمقراطيين باش يجمع العالم كله ضدنا، ونجح في هذا الشيء. وبعد ذلك شاف راسو نجح في الحركه لكل الديمقراطيين، داز للحزب مباشره ودار الانتخابات ديال 2009 وركب على العود وقال صافي العداله والتنميه والاسلاميين هوامش ديال المجتمع يمشيو يلعبوا، فهمتيني ولا لا؟ ولكن تقدير الله كان غير ذلك، وجا الربيع العربي وطاح. علاش طاح؟ لانه ما في الدوش، لانه تمثال من شمع سرعان ما داب. لما جات الحراره ديال المجتمع وديال الخطر على الدوله، فهمتيني ولا؟ داب وسقط الى المرتبه الرابعه او الخامسه الى اخره، رغم الاعيان ورغم مسانده السلطه ساعتها ورغم يعني وللحديث بقيه كما يقولون. فاحنا حزب العداله والتنميه ما عندنا ما نديروا، انتخابات طيحتنا طحنا، ولكن الحمد لله يعني البنيه بنيه سليمه، عاوتاني نضنا وكنتعافروا، فهمتيني ولا لا؟ مع من؟ مع هذا اللي كان غير فتوش، اخنوش كان غير كيجمع الفلوس للاصاله والمعاصره. هذا الشيء هذا وجهده، فهمتي؟ قبل ان يصبح زعيما نضنا تعافرنا معاه في الانتخابات وفي كل شيء الى اخره، وهو دار واحد ان اكزيرسيس لا مونطابل. حصلناه يدو في الصندوق ديال المقاصه، وحصلناه يدو بغى يدي الفلوس ديال 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 تحليه المياه ديال البحر ديال الدار البيضاء، وحصلناه في القضيه ديال المواشي، وحصلناه في القضيه ديال الادويه، فهمتي ولا؟ بلا ما نتكلموا على امور اخرى كثيره صغيره وجانبيه، فهمتي ولا؟ موجوده جميعها في قرار في يعني في تقاريرنا وندواتنا الصحفيه والى اخره، فهمتي ولا؟ والغريب والذي ليس مقبولا الى الان حصلناه احنا وحصلته الهيئات. مجلس المنافسه باقي ما بداش كيخضع للعداله والتنميه، وما مطلوبش يخضع للعداله والتنميه ولا حتى شي حزب، وغادي كيجري بمعنى اخر انه لا يبالي بنا. ولكن الناس اللي كيدبروا هذا الشيء فهموا باللي هذا اصبح رهانا خاسرا، واصبح يعني حصانا غير مضمون. فقالوا له يرجع للور، فهمتيني ولا لا؟ رجع وجاب هذاك الدري اللي قلنا لكم ديك النهار، فهمتيني ولا؟ وبقات غاديه القضيه، ولكن حنا ما طلقناش منه وما غنطلقوش منه، لان القناعه ديالنا ان هذا السيد هذا الطريقه باش تسير الحكومه ديال المغرب هذه ال5 سنوات توجب المتابعه القضائيه، لانه ما جاوبناش سياسيا. شنو كان بعد السياسه؟ كاين القضاء، هادشي اللي بقى، او ان نرفع الامر الى جلاله الملك. حنا ما بغيناش هادشي نرفعه لجلاله الملك، فهمتي؟ لان هادو فلوس ديال المغاربه، هادو خاصو يجي يشرح لنا علاش دارت له مجلس المنافسه مليار و800 مليون، بلا ما نتكلموا على 9 ديال المليار الاولى. يجي يشرح لنا علاش بغى يدي 2 مليار و600 مليون ديال الدرهم. يجي يشرح لنا كيفاش الوزراء ديالو ولاو تيربحوا 10 ديال المرات ملي ولاو معاه. يجي يشرح لنا الفلوس ديال المواشي كيفاش مشاو. حتى حاجه من هذا الشيء ما خلا شي لجنه ديال التحقيق. ويجي يشرح لنا هذا الشيء اللي وقع في مختلف المجالات، فهمتي لا؟ بما فيها غير هذه ديال كليه الطب الى اخره. وخا نرجع باش تكون زعما الامور زعما واضحه، وضوح الشمس في الظاهره. هذا السيد هذا ملي ولا الكلام على شخص اخر دليل انه انتهى. هذا ما بقاش عنده، لم يعد له مبرر في السياسه، لا لكي يسير الحكومه ولا لكي يسير الاحرار ولا لكي يسير اي شيء. يمشي الى سمحت له الظروف يسير الثروه ديالو، فهمتيني ولا لا؟ ويدير بها اللي بغا. الا ما وقفوش القضاء وقال له من اين لك هذا؟ كيف تكونت هذه الثروه؟ وكيف تضاعفت ملي جيتي للحكومه؟ او لا بقاش تزاد فيها الى اخره؟ وعلاش تزاد فيها الى اخره؟ هذا كلام هذا كلامي انا كنتحمل مسؤوليته مهما كان الثمن، ولكن الواقع هو هذا. طيب، إلا رجعنا للخطيئة النشأة بحال اللي تيقولوا، إلا رجعنا للأصالة والمعاصرة،
كي غنديروا حدايا نساو هاد الاثار والمعاصره كيفاش جات ولا جات، وشنو كانت كتقول وشنو دارت وشنو حاولت دير. كنلقاو ان هاد الاصاله والمعاصره هي واحد الحزب سياسي، يعني الناس فيه تلقطوا في اخر دقيقه، فهمتيني ولا لا، بين من جاء من اليسار ومن جاء من اليمين ومن جاء من الاعيان ومن جاء من كذا وكذا لخدمه مشروع معين. شنو هو هذا المشروع؟ هذا المشروع هو القضاء على كرامه الشعب المغربي. ما يبقى حتى واحد ما باه يهز الراس. والشعب المغربي ما كيتمشاش هكذا. هذا الشعب المغربي هذا ماشي شعب عاد تزاد البارح ولا دوله عاد زادت البارح. هذا شعب فيه الاخذ والرد والعلماء والاعيان والقبائل وكذا الى اخره، ويساق كما قال محمد الخامس رحمه الله بحبل من حرير، لانه اسد. فما يمكنش اليوم يتطرح على الشعب المغربي بعد ان اكتوى بهذه الحكومه التي ترأسها هذا الحزب الذي نتكلم عنه اليوم، يتقترح عليه يعني نبدلوا الطرحه، نجيبوا هذا الشيء فوقاش في الوقت اللي العداله والتنميه استرجع العافيه ديالو، في الوقت اللي العداله والتنميه بداو تيرجعوا الناس للتجمعات ديالو، في الوقت اللي العداله والتنميه قبل الحمله الانتخابيه بدات بعض لقاءاته مثل ما كان ايام 15 و16، فهمتني ولا لا، ويشهد على ذلك العالم كله. بمعنى اخر انه جدول الاعمال هو شيء واحد، ان نقف في وجه العداله والتنميه وربما في وجه عبد الاله بن كيران، فهمتني ولا لا. وانا بالنسبه الي هذه القضيه ما عندي فيها حتى شيء اشكال. اي واحد من العداله والتنميه احنا المؤمنون تتكافأ دماؤهم، خصنا نكونوا معقولين نكونوا منطقيين. هذا الشيء ما صالحش لهذه البلاد الاخوان. 2000 هذا الشيء بعدا سبق الوقع مع احزاب اخرى، ولكن احنا ملي جينا وحنايا واضحين في الموضوع اللي كان فيه خلاف لا حول الصلاحيات ولا حول يعني المشروعيه. احنا النظام الملكي مصفين الموضوع ديالو. بالنسبه لنا الملكيه ضروريه للمغرب، وهذا قرار استراتيجي وعقائدي، وملكنا هو محمد السادس، واذا قدر الله ما قدر ابنه او الذي سوف ياتي من بعده. فكان خلاف بيننا وبين الاحزاب الاخرى حتى لو بغينا نفسروا داك الشيء اللي دار مع الاحزاب الاخرى، ولكن يعني احنا جينا باش بلادنا تتقدم وباش يكون فيها احسن واحد في الحكومه. الملكيه هذاك قدر الله كيجيب لا جينيتيك، ما عندنا ما نديرو فيه، وبالقرار ديال جلاله الملك. ولكن الباقي ديال الشعب، ولا كان ديال الشعب خصو يبقى ديال الشعب. شنو هذه الانتخابات هذه اللي حنا غاديين ليها، التي يقال انه قد حضر لرئيس حكومه جديد؟ مهما كان هذا رئيس الحكومه شكون ما بغى يكون، راه المشكله هي الاصاله والمعاصره. الاصاله والمعاصره حزب فاسد، بلا ما نتكلموا. شوفوا غير شكون اللي في الحبس وشكون اللي متهم بالمخدرات وشوفوا غير شحال من هاد الاصاله والمعاصره، شحال من امين عام ديال هزاز انا ما كنتش كاع عاقل عليهم كاملين. معنى انها الي انجيغابل، الي نون جيغابل. علاش؟ بسيط، لان كل شيء اللي فيها باغي يستافد وباغي يهرف وباغي يجمع وباغي. بطبيعه الحال هذه كتشبه الاحرار في هذا الشيء، ولكنها في هذا الموضوع هي اسوء، لانها انت ولا جايه هجمات على كل شيء، هجمات حتى على رجال الدوله، وهجمات حتى على العمال الولاة، وهجمات على كل شيء، حتى واحد ما خلاته في التقار. العداله والتنميه ايها الاخوه المغاربه، باش نكون معكم زعما صريح وواضح، اذا كان من الناحيه السياسيه فهو الذي يتصدر المشهد السياسي. نقولوا لي غير هاد الامناء العامين وهذا الشيء فين هما؟ حتى كان مشينا للاسفي عاد كيمشيو للاسفي، حتى كان مشينا للزاكوره عاد كيمشيو للزاكوره، حتى كاسكو سيكسا كوبي كولي. هادو امناء عامين ولا باكور هندي. سمحوا لي الله يجزيكم بخير، فهمتيني ولا لا؟ وانا راه انا كنمشي حيت ما عنديش طريقه اخرى. انا ما عندي فلوس، ما عندي سلطه، ما عندي، انا حزب عادي جالس في هذه البلاد، فهمتي ولا، داير عهد مع الله سبحانه وتعالى ومع بعضياتنا، وطبعا مع جلاله الملك مع هذا الشعب باش ندافعوا على مصلحتكم. مانتونو تيخصكم حتى نتوما تحملوا مسؤوليتكم، لا اللي ما تيمشيش يصوت، لا اللي تيصوت بالفلوس، لا اللي جالس يدعو الى عدم التصويت. هذا كنقول له انت عميل ديال اعداء الوطن، شكون ما بغيتي تكون. ما تحتاجش تقول بانه ليست هنالك فائده في التصويت، خاصك تصوت. فيه فائده في التصويت. الفائده ديال التصويت هي اللي جابت الانتصار ديال 2015 للعداله والتنميه، الفائده ديال التصويت هي اللي جابت الانتصار في 2016 للعداله والتنميه. هنالك فائده في التصويت. ولا ما عجبك العداله والتنميه اختار شي حزب معقول واعطيه الصوت ديالك، وحنايا غنكونوا اول واحد غادي نهنيوه الى طلع بالاصوات ديالو بطريقه مشروعه وبطريقه قانونيه وبطريقه نظيفه ونزيهه. ولكن في الظروف لا، اسمحوا لي.
ما غنهني انا حتى واحد. بعدا جوج ديال الاحزاب هادو زعما خصهم يئسوا من العداله والتنميه باش نكون زعما الامور واضحه وضوح الشمس في الظهيره، لسبب بسيط، وهو انه يعني قال لك شوف المسألة المجرب لا تسال الطبيب. شوفوا دابا هاد المغاربه هادو كيفاش بداو هاد الولايه مع هاد السي عز اخنوش، وكيفاش بداو وكيفاش راهم بداو، وشوفوا خصوصا كيفاش كانت مع في 2016 و2017 وكيفاش ولات دابا، لان اخنوش كان عنده دور كبير لا بالحكومه ديال السي سعد العثماني ولا في هذه، ولكن هذه بالخصوص هذه راه زعما راه الناس خيخوا اللي كيقولوا المغاربه، رغم انه دار الدعم الاجتماعي وكذا الى اخره، رغم كل هذا يعني كل شيء ديالو اللي داروا خسروا كل حاجه خسرها بشي طريقه. فالعداله والتنميه اليوم تيقول لكم المغاربه هاودني منكم، ما تقولوش ولاد عبد الواحد كلهم واحد، ماشي كلهم واحد. العداله والتنميه حزب مختلف وكاين احزاب اخرى كل واحد كيفاش النصيب ديالو. ما تقولوش لا فائده في التصويت، هنالك فائده في التصويت ولا فائده في عدم التصويت، بل عدم التصويت مسانده للمفسدين ومسانده للمتحكمين. المشكله ديال المغرب هي التحكم الاخوان، التحكم والريع، هادو جوج ديال المصائب. بغض النظر على محاوله يعني اللحاق بركب المنحرفين في الكره الارضيه من البشر الذين ارادوا القضاء على الاسره والقضاء على النسل والقضاء على وهم غادين. ولكن نحن نؤمن بالمقاومه وتوكلنا على الله سبحانه وتعالى، وعندنا قناعه ان المقاومين الحقيقيين سينتصرون في النهايه. قال تعالى ان تنصروا الله ينصركم ويثبت قدامكم، ديروا اللي بغيتيو يكون معكم اللي بغيتيو، في الاخر ما غادي يكون الا ما اراد الله. باغي نقول للاخوان ديالنا ما كاينش الانتخابات معروفه النتيجه ديالها، ما كاينش هذه الهضره الخاويه ما مقبوله شرعا، القران يرفضها. الله سبحانه وتعالى امر الرسول صلى الله عليه وسلم ان يخبرنا بهذا في الايه التي يقول فيها قل لو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء اذا لم اكن قد اخطات في الايه. الغيب يعلمه الله، الانتخابات الجايه يعلمه الله. هذه مده الا كتعقلوا فهمتيني ولا لا. ما كانش الخصم ديالي هو زيد او عمر، كان الخصم ديالي هو الاثار المعاصره والاحرار، وكان السي مزوار يستعد لكي يتوج رئيسا للحكومه فهمتيني ولا لا. وداك الشيء كله تشطب في لحظه واحده. اللي عارف شكون اللي غادي يكون رئيس ديال الحكومه واحد هو الله. ومن الناحيه القانونيه حتى دوز الانتخابات ويتعرف الحزب الاول ويختار جلاله الملك منه عاد غنعرفوا شكون هو رئيس الحكومه. ما كاينش رئيس الحكومه. حزب العداله والتنميه مقتنع باللي الدور ديالو والمهمه ديالو والمكان ديالو هو يكون هو الاول ورئيس الحكومه يكون منه. باش نكون معكم صريح ونجيكم من الاخر. ولكن باقي عندنا واحد جوج الاشكالات. الاشكال الاول هو الاخوان ديالنا في الحزب خصهم يضاعفوا المجهود. داكشي اللي كيديروا لحد الان كاين مزيان، ولكن في بعض المناطق باقي ما كافيش. والمساله الثانيه هي المغاربه يمشيو ويصوتوا على العداله والتنميه وما ياخذوش الفلوس فهمتيني غير المشروعه. وراه كاينه فتوى واخا ياخذوا هذوك الفلوس يصوتوا على العداله والتنميه. هذا اشغالهم هما، انا ما غندخلش فيه. هذه هي الطريق. الا بغيتيو بلادكم تتقدم، بغيتيو كل مره نبقاو بحال هكذا كتجي الانتخابات كنقولوا نشاركوا كتوقع شي لعيبه كان يعني اللي كيقول لك الانتخابات ما فيهاش فائده. ما فيش فائده ان المغرب يبقى مستقر بحال اللي شاركنا احنا في الانتخابات من 97 وفي 2011 وقفت علينا بلادنا ولقاتنا. ما فيش مصلحه. ما فيش مصلحه. قولوا لنا شنو كنتوا غديروا في 2011؟ عندكم شي مقترح قولوا لنا. غتغيروا النظام غتخليوه غتبدلوه كيفاش غديروا؟ ما عرفناش شنو كنتوا غديروا دستور جديد انتم بيديكم. شوفوا الدول اللي دارت دساتير جديده وما تونس منكم ببعيد. شوفوا الحاله ديالها كيفاش دايره واللجنه التاسيسيه والباكور والهندي والى اخره. خلينا نكونوا واضحين. الشباب ديالنا العداله والتنميه اليوم يعرض نفسه كما عرض نفسه من قبل باش يواصل الطريق ولا يبالي الا بالله، وهو يؤمن بان النصر من عند الله. الا بغاه الله ينتصر غادي ينتصر. جهدنا حنا غنديروه ما غنوقفوش. باش نقولها لكم من دابا الناس عارفيننا جربونا شافونا يعني شافونا شنو درنا في هذه الولايه، شنو درنا كحزب، شنو درنا كامانه عامه، شنو درنا في الانشطه ديالنا السياسيه، شنو درنا في البرلمان. المستقبل بيد الله ثم بيد المواطنين. ايها المواطنون ايتها المواطنات اخرجوا للتصويت الا بغيتيو شي حاجه تبدل في هذه البلاد في الاتجاه الايجابي. راه غنقول لكم واحد القضيه باش نكون واضح معكم. راه لا اعدكم بانني ساهزم الفساد وسازيله من الارض، ولكن غادي نحاول. اللي قدرنا نديروها غادي نديروها، اللي ما قدرناش نديروها الغالب الله غنجيو نشرحوا لكم نقول لكم احنا ما قدرناش نديروها. ونطندون تاكدوا انه سينو غنبقاو دائما كنتلاعبوا كل مره تنخرجوا بالشعور بالخساره بصفه اجتماعيه بصفه كامله كمجتمع. وريوني شي جهه دابا
يعني تهز يديها وتقول انها هي فرحانه بهذه الحكومه وشنو دارت. خلي الناس اللي كيستافدوا من الريع وما كيقدوش تيخرجوا يقولوها، فهمتي ولا تيكلفوا عندهم شي مخلوقات مكلفينهم باش يقولوها على استحياء.